واخيرا يا جماعه قربنا نوصل 50000 مشترك، فاضل لنا مشترك واحد بس ونبقى 50000، وهرد على اسئلتكم اللي انتوا سالتوها لي في الفيديو ده كلها، وتمينا 50000 مشترك يا جماعه الحمد لله، وربنا يكرم في اللي جاي باذن الله، ونحتفل المره الجايه بال100000. انا بصراحه مبسوط قوي ومش مصدق ان انا الحمد لله جبت الرقم ده في خلال سنه بالظبط على اليوتيوب، وباذن الله نحتفل المره الجايه بال100000 والدرع بقى هنعلقه ورا هنا. جيت دور ان انا ارد على اسئلتكم اللي انتوا سالتوها لي اذا كان على اليوتيوب او الفيسبوك او الانستجرام. هنبدا الاول بالاسئله اللي موجوده على اليوتيوب. اول سؤال اتسالته ازاي بدات على اليوتيوب وايه الصعوبات اللي شفتها في حياتي. مبدئيا كده انا بدات على اليوتيوب شهر 7 سنه 25، والحمد لله بعد سنه بالظبط جبنا 50000 مشترك على اليوتيوب. ازاي بدات؟ هي الفكره كلها ان انا كل يوم ارجع فيه من الشغل بلعب اللعبه، وبتسحل كتير قوي مع اللعبه، ممكن اقعد ساعات كتير ناسي نفسي وانا بلعب. قلت لنفسي ما دام انا كده كده بلعب، طب ما اصور نفسي يمكن الموضوع ينجح والناس تحب الموضوع ده، والحمد لله الموضوع كان عليه اقبال كويس من اول ما بدا. ايه الصعوبات اللي شفتها في بدايتك؟ الصعوبات بالنسبه لي ان انا مش فاهم قوي اليوتيوب ماشي ازاي، اعمل ايه، ما عنديش صحاب حتى في المجال اسالهم او اخد خبره منهم. فالصعوبات بالنسبه لي ان انا داخل حاجه مش فاهمها وما عنديش حد يفهمها لي، فداخل اجرب. وبصراحه رقم 50000 مشترك ما كنتش شايفه قريب، فما كنتش معقد الموضوع في دماغي لدرجه ان انا اشوف صعوبات يعني. وبالنسبه للناس اللي بتسالني ازاي اعمل وجد ستايل، يا جماعه اكتب على اليوتيوب ازاي اعمل وجد ستايل هتلاقيني شارحها كذا مره. جالي كومنتات كتير قوي من النوع اللي هو العب مع بولتكس، طب انت هتلعب معاه ولا لا، مش عارف ايه. يا جماعه الموضوع مش بالسهوله دي، بولتكس ما شاء الله من اشهر ان ما كانش اشهر واحد في المجال ده، ففكره ان انا لسه بادئ وابعت له مجرد مسج عشان يجي معايا فيديو دي مش سهل. فالموضوع حقيقي مش في ايدي خالص، لان انا ما عنديش اختيار في حاجه. الموضوع زي ده الافضل ان هو يجي منه هو ويبقى حابب يصور معايا، مش الموضوع يجي مني انا. فده بالنسبه لموضوع العب مع بولتكس او هتصور مع بولتكس ولا لا. طبعا ليا الشرف ان انا اصور معاه، لكن الموضوع مش في ايدي، اتمنى تفهموا ده. السؤال اللي بعده ايام كينج بيقول لي انت عندك كام سنه؟ انا بالظبط عندي 25 سنه. السؤال اللي بعده ومش عارف اقرا اسم الاكونت، ايه هو السبب اللي خلاك تفتح قناه؟ طبعا السبب اللي خلاني افتح قناه حاجتين. الاولى ان انا كده كده بلعب وبضيع وقتي في اللعب، طب ليه ما استفادش بده، يمكن ربنا يكرمني في الطريق ده. الحاجه الثانيه هي ان انا عايز اعمل حاجه لنفسي بعيد عن ان انا اكون تحت طوع حد. انا حابب ان انا استقل بنفسي واكون انا اللي بدير نفسي، مش حد تاني بيديرني بطريقه ممكن ما تكونش عجباني. فده سبب من الاسباب المهمه اللي خلتني افتح القناه. واول ما بدات الموضوع ده سلمت نيتي لربنا وقلت يا رب كرمني، عشان انا رايح في حته مش عارف انا رايح فين، والحمد لله ربنا كرمنا. السؤال اللي بعده من حازم شريف بيقول لي اولا انت قمر ولعبك حلو قوي، والسؤال هل بتلعب اف سي موبايل ولا لا؟ مبدئيا شكرا على كلامك الحلو ده. السؤال انا بلعب اف سي موبايل ولا لا؟ الصراحه من فتره فتحتها لقيت نفسي مش فاهم اي حاجه فقفلتها وما اهتمتش بيها بقى بعد كده، لكن لو لقيت عليها طلب كبير منكم اكيد هنلعبها بقى وهقدم محتوى ليها ونحاول نستكشف الدنيا مع بعض بقى. السؤال اللي بعده من ياسين بوبكري بيقول لي هل هتنوع في المحتوى تلعب العاب تانية ولا هتفضل تلعب فيفا؟ انا احبك ومتابعك من تونس، تحيه كبيره لاهل تونس وانا كمان بحب. هل هتنوع في المحتوى ولا لا؟ اكيد طبعا هنوع في المحتوى، مش هفضل طول حياتي العب فيفا، لكن مستني الوقت المناسب اللي انا اعمل فيه ده. طب امتى الوقت المناسب؟ لما الاقي ان انا معايا شريحه جمهور ثابته جايه معايا في اي حاجه، فساعتها بقى نخش نجرب وندوس مع بعض براحتنا عادي. اسلام منير بيقول لي هل لعبت بيس؟ اخر بيس لعبتها في حياتي كانت سنه 2017 وما جربتش العبها تاني من بعدها. كونت مش عارف اقرا اسمه بس في اسم نكسس، انا مش عارف بقرا اللي قبلها ولا اللي بعدها. نكسس جي جي بيقول لي اول لما بدات في اليوتيوب كنت حاسس انك هتتشهر، عشان خاطر رد عليا اديني رديت اهو. واول ما بدات في اليوتيوب كنت حاسس ان انا هتشهر ولا لا؟ بصراحه لا خالص، الموضوع ما كانش في دماغي، وفي نفس الوقت ما كنتش شاغل بالي هوصل لها امتى. انا كل اللي كان فارق لي ان انا انزل حاجه حلوه واكون راضي عنها وعايز اعجب الناس، لكن هتشهر امتى وازاي وهتشهر ولا لا بصراحه ما فكرتش فيها، واللي ربنا اداهوني احسن بكتير من اللي انا فكرت فيه. اللي بعده من حمزه علي او حمزه خليل حاجه كده بيقول لي مين اول واحد شجعك عشان تفتح القناه؟ زائد انا متابعك من زمان واسمي حمزه. حبيبي يا حمزه، بصراحه انا ما اتشجعتش عشان افتح القناه، انا فكره جت في دماغي ونفذتها. انا اتشجعت بعد ما بدات اعمل الحاجه دي والناس بدات تعجبها ده. اهلي بيساندوني جدا، الناس القريبه بتساندني جدا وبتساعدني ان انا اتطور وبتساعدني في افكار اقدمها عشان اعجب الناس. اي فيجنري 72 بيقول لي مواصفات البي سي. مواصفات البي سي كارت الشاشه ار تي اكس 3060 والبروسيسور اي 7 الجيل العاشر والرامات 16 وباقي الحبشتكنات مش فاكر بقى بصراحه. كونت مش عارف اقرا اسم بس هو تواوي اكس او تواوي حاجه كده بيقول لي حلمي ان اكون صانع محتوى كبير، ابيك تعطيني نصيحه عن ما يحتاجه صانع المحتوى الحين، وما هي المعدات اللي لازمتني لنمو من فضلك رد. مبدئيا عشان تعمل اي حاجه في الدنيا مش عشان تبقى صانع محتوى بس، لازم تبقى حابب اللي انت بتقدمه ده، فلازم تختار حاجه انت حاببها وبتقدمها بشغف فعلا، مش مستني مردود عشان يشجعك ان انت تكمل في ده. المعدات اللي انت محتاجها حرفيا انت مش محتاج غير كاميرا موبايلك، لان اهم حاجه في صناعه المحتوى هي الفكره او الطريقه اللي بتعمل بيها الفكره. فلو انت معاك احسن كاميرا في الدنيا باحسن اضاءه في الدنيا والفكره مش اقوى حاجه مستحيل تنجح، فاهم حاجه تشتغل عليها هي الفكره والطريقه اللي انت عايز تطلع بيها للناس، فاهم. زياد خالد بيقول لي انا عارف تقريبا كل المهارات بس مش بعرف استخدمهم امتى. هي الفكره كلها ان انت تبقى عارف المهاره دي فايدتها ايه او هتفيدك انت كزياد في ايه. لما تربط المهاره بموقف معين وتلاقي نفسك في الموقف ده في الجيم هتلاقي نفسك بتعملها من نفسك كده من غير ما انت متحكم اصلا، وده هيساعدك قوي ازاي تستخدم المهاره وامتى. ربيع الشكري او شكري، اتمنى اكون بقرا الاسماء صح وانا اسف لو بغلط في اسم حد، بيقول لي ما هي قدوتك او ايه هو قدوتك؟ يعني قدوتي الاولى والوحيده في حياتي وفي ان انا عايز انجح وطموحاتي هي ابويا، وابويا اول مره يسمع الكلام ده فاحلى مسا حد. عبده سليمان بيقول لي ليه ما بتطلعش ستريمات؟ لان انا فعلا بواجه صعوبه
صعوبه وانا بلعب اللعبه، لان انا بلعب ببنج 60 و70، وفعلا لازم اكون بلعب باقل من كده. فان انا اطلع ستريم مع النت اللي عندي ده، انا حرفيا مش بعرف اشير سكرين في ديسكورد اصلا. فخلينا ساكتين يا عم، احنا غلاب. اسر سيرو بيقول لي ازاي بدات في اليوتيوب، عمرك كام، اسمك ثلاثي. ازاي بدات في اليوتيوب قلتها، عمرك كام قلتها 25، اسم الثلاثي محمد وجدي رشاد. صاصه هاني بيقول لي ممكن تعمل فيديوهات اف سي موبايل، ممكن لو عجبتك تنزل لنا فيديوهات من الصفر وحاول تخليها سلسله، زائد هستنى السلسله ان شاء الله. طب بما ان يا جماعه في اجماع على فكره اف سي موبايل، اكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا عايزيني اقدم محتوى اف سي موبايل وانا مش هتاخر عنه. مالك احمد حافظ بيقول لي عمرك قلته. مجموع الثانوي مجموع الثانويه العامه يا جماعه انا جايب 82% وانا علم علوم، فما فيش افشل من كده بصراحه. وهل هتنوع في المحتوى؟ اكيد هنوع في المحتوى، ان انا العب العاب رعب مثلا او العب مع يوتيوبرز تانيين. العب العاب رعب اكيد ده اللي هيحصل، واكيد هنوع في المحتوى. ان انا العب مع يوتيوبرز تانيين، انا بلاقي صعوبه وانا بتواصل مع يوتيوبر معين، وخصوصا ان انا ماليش معارف خالص في المكان، فكميه الناس اللي هتقبل بده مش كتير، فبالتالي ما بحرجش نفسي وبطلب من حد. ليجندري ريفنز جيمنج بيقول لي ده انا متابعك من زمان وبتمنى لك مستقبل زي بولتكس ان شاء الله. حبيبي ليا الشرف ان انت متابعني من زمان، وباذن الله نبقى احسن، وخطط ربنا اجمل بكتير من اللي احنا هنفكر. احمد محمد بيقول لي كام عمرك والنبي ما تسيبش فيفا، اعمل تحديات واقعيه. كام عمري قلته، والنبي ما تسيبش فيفا، ما تقلقش مش هسيبها، لان انا بحب اللعبه دي فعلا مهما كانت مقرفه بحبها. اعمل تحديات واقعيه، مش فاهم بصراحه قصدك ايه، فممكن توضح لي في كومنت، انا كده بقرا كل كومنتس الكرام. ساجد اند احمد بيقول لي احنا برضو بنحبك قوي، وكفكره ممكن تنزل اف سي موبايل حلو قوي، وكمل يا علام ان شاء الله توصل مليون. انا كمان بحبك وباذن الله نوصل مليون بيكو، ولو في اقبال على موضوع اف سي موبايل ده اكتبوا لي في الكومنتس. رونالدو بيقول لي انت فين من مصر، وهل بتحب الكشري، وازاي بدات مسيرتك في اليوتيوب، زائد كام عمرك. السؤالين الاخيرين انا جاوبت عليهم، انا فين من مصر، انا من الجيزه، وهل بتحب الكشري، باكل كشري كل يوم تقريبا. ادم عرابي بيقول لي مين قدوتك في الجيمنج. بصراحه كشخص كده قدوه انا ما عنديش بصراحه الشخص ده، لكن انا بتفرج عليهم كلهم وبجمع مميزاتهم كلهم، وبحاول ان انا اشتغل على المميزات دي بطريقتي عشان اعرف اظهر للناس، والحمد لله ربنا بيكرم في الاخر. احمد صبوي بيقول لي بتلعب فيفا من كام سنه، هل بتلعب لعبه بجانب فيفا. بلعب فيفا من كام سنه، انا اول فيفا جربها في حياتي كانت فيفا 22 23 و24 ما لعبتهمش، وبدات العب من اخر 25 من ساعه ما بدات القناه، فانا اول مره العب كانت فيفا 22. هل هلعب لعبه ثانيه جنب فيفا؟ اكيد هلعب لعبه ثانيه جنب فيفا بعد ما اثبت رجلي بشكل كويس فيفا. امير اكس بيقول لي ازاي اكون ستريمر. انا يوتيوبر مش ستريمر، تقدر تسال حد ستريمر هيبقى احسن وافيد لك بكتير عني. عبد الله عمرو بيقول لي ايه اللي خلاك تنزل فيديوهات اليوتيوب، وكان ايه الدافع اللي خلاني انزل فيديوهات يوتيوب؟ ان انا كده وانا بلعب من غير تصوير انا بحب ارقص الفرقه كلها واحط واجيب جون يكيفني حتى لو هخسر الماتش. كان ايه الدافع؟ ان انا عايز اعمل حاجه بنفسي ومشروع لنفسي ما اعتمدش على حد تاني. زورو بيقول لي هل تعرف بولتكس ككونتنت كريتور او كصانع محتوى؟ طبعا اعرفه، لكن شخصيا لا بصراحه ما اعرفوش. ياسين سيف بيقول لي هتعمل ايه اول ما توصل 100,000 مشترك، زائد انا بحبك جدا وبستمتع بفيديوهاتك. حبيبي ياسين انا كمان بحبك، وباذن الله ربنا يكرمني واقدر امتعك اكتر واكتر بالمحتوى والفيديوهات اللي انا بقدمها. هعمل ايه اول ما اوصل ل 100,000؟ بصراحه انا مش عارف، لكن انا واخد عهد على نفسي ان اول ما الدرع يجي انا هنيمه جنبي يومها. ماهر المنوفي بيقول لي مين علمك فيفا، وايه خلاك تبدا صناعه المحتوى؟ السؤال الثاني احنا جاوبنا عليه، والسؤال الاول انا ما حدش علمني فيفا، انا اللي معلم نفسي 100% كل حاجه. رياض حمدي بيقول لي ازاي اتعلمت اللعب بالطريقه الممتعه دي. انا عن نفسي بحب وانا بلعب ان انا استمتع، فانا لقيت نفسي بستمتع بالطريقه دي، فبدات اخش اتعلم مهارات اكتر واعرف اعملها امتى وازاي واتمكن في الكلام ده، والحمد لله الواحد اهو بيعرف يلعب شويه يعني. حمزه خالد بيقول لي ممكن لما تنزل اف 27 تجرب ذا جراوندز. ده اكيد يا جماعه، وباذن الله هقدم لكم محتوى في اف 27 يعجبكم جدا. يوسف سأل سؤال حلو بيقول لي انت ممكن تستمر في المحتوى ده لمده 10 سنين؟ الحقيقه عادي ممكن اكمل في المحتوى ده بعد 10 سنين واعمل محتوى احسن وافكار تانية ممكن اقدمها تعجب الناس فابدا استمر فيها. انا بادئ الطريق ده وحبه جدا وراضي عن كل حاجه الحمد لله. غميد بيقول لي بتسوي سلسله طويله لمهنه اف 27 وايه النادي اللي هتمسكه؟ اتابعك من السعوديه. تحيه لاهل السعوديه كلهم. وسلسله مهنه مدرب انا فعلا بدات اول حلقه من مدرب وجديولا وكنت ماسك نادي ليفربول، فلو عايزين نكمل بليفربول قولوا لي في الكومنتات، عايزين نغير النادي قولوا لي برده في الكومنتات ونبدا مع بعض في اف 27. مودي بيقول لي جرب اعمل محتوى قصص وانت بتلعب. بصراحه اوقات كتير انا بحاول اعود نفسي ان انا اتكلم وانا بصور، لان انا في طبيعتي اصلا بحب اقعد ساكت وهادي، ما بحبش ان انا هايبر واروح واجي وكده واتكلم كتير، فبحاول اعود نفسي ان انا اتكلم وانا بصور اصلا. هاتريك سالني سؤال حلو بيقول لي بدات طريقك ببادجت قد ايه؟ مين ساعدك ان انت تبدا مشوارك؟ انا بدات طريقي بالظبط ببادجت 3000 جنيه، جبت المايك الجميل اللي انا بتكلم بيه ده، وجبت رينج لايت واحده، اللي شاف فيديوهاتي القديمه هيشوف الاضاءه كانت عامله ازاي، فدي البادجت اللي انا بدات بيها. ولما لقيت الموضوع بيجيب قلت بيني وبين نفسي طب ما اجرب استثمر في الموضوع ده يمكن ربنا يكرم بعد كده. محمد ناصر بيبارك لي على 50,000 قبل ما اجيبها، فاحب اقول لك الله يبارك فيك، واسئلتك احنا جاوبنا عليها في الفيديو. بيمو بيقول لي بتدرس ايه؟ انا مخلص دراسه من سنتين وخريج اعلام انجليزي، وحاليا شغلتي الاساسيه ان انا مونتير او فيديو اديتور يعني. واحد مش عارف انطق اسم الاكونت بصراحه بيقول لي انت ازاي بتلعب جامد فشخ كده؟ انا يا جماعه قضيت كميه ساعات على اللعبه دي ما حدش متخيله حرفيا، انا كنت بنام واقوم على اللعب. مارسيلو بيسال سؤال صعب قوي بيقول لي لو مثلا القناه مسحت ايه هو شعورك؟
بصراحه لما فكرت لقيت الموضوع هيزعل قوي، بس الصراحه وانا بادئ حاطط في دماغي ان وارد ده يحصل، فهبدا من اول وجديد واعمل نفس المحتوى من اول وجديد. بدر بيقول لي هل بتتضايق من مقارنتك ببولتكس؟ انا مش بتضايق من مقارنتي ببولتكس، انا بتضايق ان الناس بتقول لي ان انت بولتكس او انت زي بولتكس او هو انت بولتكس. انا يا جماعه مش كده، انا مش بولتكس ولا بتبلتكس ولا اي حاجه، لكن بتضايق لما حد يلغي اسم وجد ده خالص ويبقى شايفني بولتكس او بديل بولتكس او اللي هو ايه بولتكس ما بيلعبش كذا فانا هاجي اتفرج عليك. دي بصراحه بتضايق. ميدو فهيم بيبارك لي، فاحب اقول لك الف مبروك، وبيقول لي خليك فاكرنا بقى لما توصل مليون. احب اقول لكم يا جماعه ان انا لو جبت 50 تريليون مشترك، انا فاكر اسامي الناس اللي كانت بتدعمني من وانا 500 و1000 مشترك اسم وكاتبهم عندي، وعارف اسامي الناس دي كويس. الاسم اللي بيتكرر اصلا في الكومنتات وفي الدعم انا بكتبه وفاكره كويس جدا، ومستحيل انسى حاجه زي كده. عمر ام زد بيقول لي هل انت بتقلد بولتكس ولا دي طريقه لعبك العاديه؟ اهي دي بقى الحاجه اللي ممكن تضايقني. انا مش بلعب مهارات عشان بقلد بولتكس، هو بولتكس ما اخترعش المهارات. انا كوجدي مستمتع بالماتش ده حتى وانا خسرانه، لكن انا عملت كام سكيل حلو، جبت جون كويس، جبت جونين كويسين، انا مستمتع بده. فانا فعلا مش بقلد بولتكس خالص، لان انا لو بادئ من الاول نيتي ان انا اقلد بولتكس، ما انا عارف ان انا مش هنجح لان التقليد اخره مش حلو. انا كده وعايز اللي يحبني يحبني على كده، لان دي طريقه لعبي وده اسلوبي وده شخصيتي ودي طريقتي ودي كل حاجه. اسماء الجمال او اسماء الجمال، انا اسف لو بغلط في الاسماء تاني، بتقول لي انت مدريدي ولا برشلوني؟ بصراحه انا لا متعصب لده ولا متعصب لده، بس انا مدريدي اكتر، يعني احب ان مدريد تكسب اكتر، بس انا مش متعصب برضه. ياسين مصطفى بيقول لي ايه اكتر لاعب بتكرهه في اف سي؟ انا بكره كل الحريم اللي في اف سي من ساعه ما الستات اتضافت للعبه، وهي ما بعدش فيه بركه كده، الموضوع تحسه كده من جوه مش نضيف. وبكده نكون خلصنا رد على اسئلتكم، حاولت ارد على اسئله على قد ما اقدر، واتمنى اكون جاوبتكم على كل حاجه انتوا عايزين تعرفوها. بس بجد يا جماعه حابب اشكركم، وحابب اشكر كل شخص بيدعمني اذا كان بلايك او بكومنت او بشير او ان هو عامل اشتراك عندي في القناه. دي بجد يا جماعه حاجه عندي كبيره، وانا بصراحه لولا ربنا ولولاكم ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اوصل لده في الوقت اللي انا بدات فيه ده. فحابب اشكركم جدا واعرفكم ان انا مبسوط قوي بسببكم، وفعلا بقرا تعليقاتكم كل يوم قبل ما انام، وبنام فعلا مبسوط بسبب الموضوع ده. نتقابل بقى لما نتم 100,000 على القناه بدرع اليوتيوب. سلام.